حياكم الله جميعا ومساكم الله بالخير. عندي كمية كبيرة من الكوكيز راح أسويها. طبعا سويتها معاكم قبل بس هعيدها معاكم. ضروري أستخدم العجان لأن الكمية جدا كبيرة جدا كبيرة، ممكن أصلح فوق 100 حبة، وهذه مكونات العدد الكبير. مثل ما تشوفون سلمكم الله حطيت المقادير مضاعفة 4 مرات لأن الكمية جدا كبيرة وعلى أساس أوزن أموري. يلا نبدأ، واذكر الله وصلوا على النبي، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. أول شيء سلمكم الله، الزبدة لابد تكون مذوبة بحرارة الغرفة، هذا أهم شيء. أضفت السكر الرطب البني وأضفت السكر الأبيض، وأبدأ أشغل العجانة عليهم على سرعة متوسطة. طبعا قبل إضافة الدقيق لابد يكون الكوكيز زي كذا، شايفين؟ يكون شوي ثقيل مش سايل. هنا الدقيق، وراح أضيف عليه الملح. استخدموا الملاعق المعيارية ضروري على أساس يضبط معكم، وأيضا بيكربونات الصوديوم، هذه اللي تعطي هشاشة للكوكيز. السر في تميز الكوكيز اللي أنا أسويه، أول شيء أخذته من مواقع أجنبية، وثاني شيء أنه كثير حبوه يعني من معارفي، هو إضافة النشا. نمزجهم كويس قبل ننخل الدقيق، نمزج الملح والبيكربونات والنشا قبل ننخلهم. فأنا بالنسبة لي الحين انتهى دور العجانة، راح أضيف الدقيق المنخول تدريجيا إلى الخليط السائل وأمزجهم بجهة واحدة. طبعا وأنا أضيف الدقيق بتدريج الاتجاه بيكون واحد، يعني ما يحتاج ترجع، بمجرد ما تشوف الدقيق يختفي وقف على طول العجن. في الآن امتزج الدقيق خلاص، ما عاد أشوف الدقيق الأطراف، هذا مش مهم. أضيف الحين الشوكولاتة الهيرشي. طبعا أنا عندي كمية أكواب من الهيرشي، فراح أضيف واحد واحد واحد، ثم أحركه وأمزجه، بعدين أضيف الثاني حتى أتأكد أنه تغطى تماما. بعد ما مزجت الهيرشي بشكل ممتاز مع المزيج، شغلت الفرن بس انتظره يسخن على الآخر على الحرارة اللي أنا أبيها. فراح أوريكم شلون أحط الكوكيز بالصينية وراح ندخلها الفرن مع بعض. فأنا سويت لكم الحين 6 حبات عشان تشوفون كيف سويتها بآلة الآيس كريم، ووزعتها بعيدات عن بعض شوي عشان تستاخذ راحتها بالتمدد. فهذه راح أتابعها معكم وهي بالفرن لما أطلعها، وأعلمكم شلون تحافظون على الكوكيز. ولما تشوفون طريقة الكوكيز بهذه 9 حبات، راح بعدين أنا أكمل الشغل وأوريكم المجموع كله بإذن الله سبحانه وتعالى. الحين الفرن تقريبا حرارته خلاص ممتازة. بسم الله على الشبكة الوسط. الحين راح أبدأ أحسب 10 دقائق، الحرارة 170 سفلية، وبعدها أطلعها مباشرة. وهذا شكل الكوكيز توني طلعته من الفرن. طبعا ضروري ما نلمسه حتى يبرد تماما. لو حركناه الآن هو حار هيخرب علينا ويتعفس، فلما يبرد يكون ماخذ شكله وقوامه. أنا ماني عارف ليش التصوير ظالم الشكل، بس لما تبرد أصورها لكم في التقديم.
طبعا هذا الكوكيز الشكل النهائي له، على أساس يظل لين لابد تحفظونه بعلبة محكمة الإغلاق. فالكوكيز جدا سهل وجدا لين، شوفوا كيفه لين جدا مقرمش. طبعا في بعض القطع تشوفون عليها حبات هيرشي إضافية، فهذه قبل أدخلها الفرن زينتها فيه ودخلتها الفرن. أيضا بالإمكان حشو الكوكيز بالنوتيلا باللوتس على كيفكم، الأمر يرجع لكم. فلو حابين تحشونها مثل المعمول يعني، لابد تدخلون عجينة الكوكيز بعد ما تعجنونها تحطونها بالثلاجة عشان تبرد الزبدة شوي.